مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم معانا حلقه جديده وبالهنا. طبعا في الصيف بقى بنحب الاكلات اللطيفه الخفيفه دي. والمطبخ الايطالي محقق لنا الحقيقه المعادله دي. فالنهارده كده هنروح بسرعه على ايطاليا. نعمل ايه؟ هنعمل كرات فراخ بالصوص الابيض، يعني كانها كفته فراخ يعني بالصوص الابيض. وهنعمل طبعا الريحان، فهنعمل طماطم بالريحان، وهنعمل رز بالخضار. فنرحب الاول بالشيف سميره حسين. ازيك يا داليا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كله الحمد تمام. لله. تحبي انت تودينا ايطاليا كتير قوي؟ كتير. ملاحظه انا القصه بصي دي. هو ميزه مطبخهم انه في اكلات سريعه وخفيفه، واحنا في الصيف وفي الجو ده مش عايزين نقعد كتير في المطبخ، فيعني هو انسب المطابخ اللي ناخد منها اكلات حلوه. أيوة. بالظبط. ويعني برضو انت عارفه الاكلات الصيفيه بتحتاج خضار كتير فيها والوان كتير. صح بالظبط. نبتدي. هنبتدي بقى، وانت بتحبي دايما ايه؟ حاجتين نشتغل فيهم مع بعض بالظبط. فاحنا هنبدا طبعا اساسي بالرز والكفته مع بعض. ماشي. وهنقول مقاديرنا واحنا شغالين. تمام. اوكي. هنبتدي الاول ايه؟ بالرز. هنا احسن. يلا. اوكي. طبعا معانا الخضار اللي هنحطه عليه: الفاصوليا، الجزر، البسله. ايوه. اوكي. ومعانا الماده الدهنيه، زبده وزيت. تمام. اوكي. يبقى معانا الماده الدهنيه كله شيء. ومعانا بقى ايه الخضار؟ في جزر، بسله، فاصوليا، اعتقد بصل. يعني بس اعتقد ان الكوسه يعني لا بتعمل بسرعه، بلاش كوسه. يعني عارفه الحاجات اللي هي بتستوي بسرعه دي، فتبقى كده ايه. لا الافضل ده ايه؟ ده بصل. ده البصل. ده بصل مفروم. بصل مفروم ده ناعم. ده انا ما عرفتوش. مفروم ومتشال منه الميه. اوكي. حاجه بسيطه كده مش كتير. وعلى طول مش هنحتاج ناخد وقت معاه. تمام. هنحط على طول الخضار بتاعنا. ماشي. لان البصل كمان عشان مفروم ناعم قوي فمش هياخد وقت. بالظبط. هو بس مجرد ما ريحته كده طلعت عندنا. بنحط بقى الحاجات اللي بتستوي. البسله. يعني ولا هو كله هيستوي مع بعض. البسله احنا واخدين البسله مع الجزر مع الفاصوليا، هم تقريبا سواهم بنفس الوقت. زي ما بنحطهم في شوربه الخضار كده. وزي ما انت شايفه احنا مقطعين كله صغير بالظبط، فمش هياخد وقت في السوا. احنا حاطين ايه الناحيه الثانيه؟ شوربه. دي بقى الشوربه اللي محضرينها. محضرين كل شيء. خلاص هي هيام معلمتنا. أيوة. نبقى محضرين الشوربه بتاعتنا سخنه. أيوة. عشان ما ناخدش وقت. صح. والله انا بقيت اصحى اعمل كده، يعني حتى لو حاجه هحط الكاتل بالميه، اروح فاتحه عليه الصبح عشان اي حاجه اروح على طول بقى. اتعلمت من هنا بصراحه. كل الحاجات دي بتخلينا نكسب وقت. يعني احنا حلقتنا 35 دقيقه هنعمل فيها 3 اكلات. مش معقول يعني مش مين هيقعد في المطبخ؟ هو ده كده. صح. خلاص احنا كده نسيب الخضار بس ثواني كده يسخن. ماشي. وهنبتدي بقى نشتغل في الكفته زي ما قلنا. تمام. احنا كده اللي باقي معانا عشان يتحط الرز والشوربه وشويه ملح. كده المنكهات بتاعتنا كلها في الشوربه. التوابل مش محتاجين نحط في الرز حاجه تاني. تمام. اوكي. بالنسبه بقى للكفته معانا نص كيلو من الفراخ المفرومه، صدور فراخ مفرومه. تمام. معانا بصله صغيره مفرومه ناعم زي ما احنا قلنا، ما فيهاش ميه. يعني الصدور دي مفرومه. صدور مفرومه. والبصل مفروم ناعم ميه بالظبط كده. اوكي. ومعانا معلقتين صغيرين من الدقيق. تمام. مش هنحط توابل كتير. تمام. ملح، كاري، فلفل اسود. بس ايه ده؟ مفيش اي حاجه ايطالي ليه؟ فين الزعتر؟ لا بس هنحط بقى عشان بالوايت صوص. هنحط في الوايت صوص. هيتحط بقى فيه معانا شبت. هو اللي هيديله التيست الطعم بتاعه بالظبط. مش عايزين ننسى اوعي. مفيش. ماشي. هو الخضار بس تلاقيه كده لونه يعني بس ايه كده بالظبط.
بالظبط. هننزل عليه بعد كده بالرز والشوربه السخنه بتاعتنا. ماشي. حابه اجيب لك طبق تعجني فيه ولا كده لا لا لطيف؟ تمام. لا كده لطيف، كده لطيف. الحقيقه هيان بتحاول تساعدنا وتريحنا بقدر الامكان. احنا يعني كده كده والله عاملين العظيم. حاجه حلوه قوي. انت عارفاني يا داليا، انا وريتك الطريقه اهو ازاي، لكن احنا معانا طبعا الكميه اللي انا عاملاها ومجهزاها عشان يعني احنا نحمرها. كل موضوع هنكورها. يعني انا وريتك بس عملنا حطينا ايه في المكونات. نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه، هنقولها تاني اهو. ومعانا بصله صغيره مفروم فرم ناعم بدون الميه بتاعتها، معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل وكاري. بنفرمها عادي في الكبه صح؟ في الكبه عادي جدا. بس انا ما حاولتش اعمل كده مره. سهله قوي. الفراخ بتتفرم بسهوله جدا. دي فكره جديده. دي حقيقه. بس عملناها كور بحجم الليمونه كده. ايوه اوكي. عشان هنبتدي برضو نشتغل فيها بقى على طول. تمام. طبعا دي لازم هنحط لها زيت وهنحمرها، مفيش اي وسيله اخرى. صح. ممكن لو عايزه تدخليها الفرن يا داليا تدخليها انت الفرن. لا بس دي هتبقى صعبه في الفرن قوي اصلا. وبعدين اعمل وايت صوص ازاي، اجيبها منين؟ لا انا قصدي انها ممكن تخش فعلا الفرن زي الاير فراير كده، اللي هو تدخليها بس تتشوي. بس اعتقد الفراخ صعبه. لا يعني تتعمل والله تتعمل. بس ده لو هعملها جريلد، لكن انا محتاجه الصوص بتاعها علشان اعمل بيه الوايت صوص. اوكي تمام. خلاص احنا كده الخضار بتاعنا تمام. هنبتدي ننزل عليه عشان الصوص صحيح بالرز البسمتي المغسول بس ومتصفي. ماشي. اوكي. زي ما قلنا احنا عندنا كل المنكهات في الشوربه، فمش هنحط عليه غير الملح بس. ماشي. تمام. احنا هنقلبه كده فيسخن شويه، يعني يعيش في مش اللي هو ياخد النكهه، ياخد عارفه. بالظبط. انا محتاجه المسكه. طب استني ابص لك كده فيها. تمام. ابص لك كده كمان اهي. تفنظلي. شكرا. عشان دي من اللي بتسخن. اوكي. هنجيب بقى دي هنا. ونحط عليها بقى الشوربه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الرز البسمتي بيحتاج ميه اكتر. بياخد ضعف الكميه. يعني لو حطينا كوبايتين من الرز يبقى هناخد 4 كوبايات، يعني لتر من الشوربه. مش عارفه ليه احنا فعلا ما بنعملش رز بالخضار. دي فكره حلوه قوي. ده هايل جدا والله، بيبقى طعمها تحفه كمان جدا. بس كده محتاج بس ايه، نشيل دي. ماشي. نسوي نفسنا. اوكي. ناخد الغطا بتاعه كده. يبقى كده بقى ايه، انا هسمع لك. ماشي يلا. حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا، وحطينا بصل مبشور. اسمه ايه ده، بتسميه ايه؟ مفروم. أوكي. من غير ميه. ومعصور كده بنشال منه الميه. وبعد كده رحنا على طول حاطين الخضار ومقلبينه فيه تقليبه كده لغايه لما لونه اتغير شويه. وبعدين رحنا حاطين الرز البسمتي، خدناه تقليبه بالظبط. حطينا الملح، ما حطيناش البهارات والحاجات دي لانه اوريدي محطوطه في الشوربه. لو بقى مش مثلا هتحطي ميه ولا اي حاجه، يبقى تزودي بقى البهارات اللي انت عايزاها. تمام. لا انت شاطره يا داليا. طبعا. دي الكفته اللي احنا بقى كورناها. هو ده اصلا غالي صح؟ مش وريني كده افتحي. الايه؟ خلاص بيغلي. تمام. يعني قربت خلاص. هنا بقى دي سخنت. نبتدي بقى ايه، ننزل دي احنا عاملينها كده قبل الحلقه علشان ايه، نسهل على نفسنا. ان احنا قلنا هي بتتعمل ازاي. قلنا بنجيب الصدور نعملها في الكبه ونحط معاها بنفس البصله اللي هي اللي متشال منها ميتها دي. والفراخ ما بتاخدش وقت كمان في السوا. وعلى طول حطينا الملح والفلفل ورحنا على طول عاملينها كده. ما تاخدش وقت خالص. على فكره دي ممكن بقى تتعمل بالصوص الابيض. دي كل حاجه ممكن نعمل كفته بالصوص الابيض. ممكن نعمل داوود باشا او الكور باللحمه بالصوص الابيض. انا عايزه اقول لك ان انا طلعتها بالبصل المكرمل وكنت هعملها وبعدين اجلتها بقى. هعملها بكره ان شاء الله.
حلو قوي الافكار العظيمه اللي بتقدميها لنا دي. السهوله. لا وزي ما انت قلتي كده ينفع نبدل حاجه بحاجه، يعني اللي ما بيحبهاش بالفراخ يعملها باللحمه. بالظبط بالظبط. الخضار ممكن اغير في انواع الخضار زي ما انا عايزه. بالظبط. الحاجات دي بتبقى خفيفه في الصيف، والحاجه الواحد عايز ان هو يعمل حاجه بسرعه، عشان مثلا في المصيف هتعملي حاجه بسرعه قبل ما تنزلي، فعايزه الحاجه تبقى ايه. وانا لو فارمه كميه وعاملاها كور وشايلاها في الفريزر، ما انا بقول لك الطريقه اللي انا هتطلع على التسويه على طول. بالظبط. انا دايما قبل المصيف كنت كمان انا اوريدي بعمل كده في البيت، انا حكيالك قبل كده. بس بقى تحديدا قبل المصيف الكميه بقى بتاعه المصيف بتتعمل كده، يبقى انت رايحه حاطه في الحاجه في الفريزر وعلى طول بتروحي عاملاها الصبح، ما تاخدش اي حاجه. بالظبط. بس كده وعالي عليها صح؟ طبعا. هي هتاخد بس لون ونبتدي بقى نحط الحاجات بتاعتها. زي ما قلنا المطبخ الايطالي دايما متميز بان هو المنكهات بتاعته من الاعشاب، هناخدها من ريحان، ناخدها بالظبط يعني زعتر. بالظبط زعتر، الشبت، الحاجات دي العطريه عموما. ايوه بالظبط. انما غير بس الجلاس، انما ما فيهوش توابل يعني. التوابل دي بتبقى في الحاجات اللي بتهيألي اللي هي شرق الهندي، اسيا، المكسيكي، تايلاندي، بالظبط شرق اسيا. ما فيهوش سبايسز كمان. السبايسي ده ايه؟ هندي ايه؟ في حاجه اي مكسيكي. هو ده، دول صحابي بقى حبايبي. ايوه بحب الحاجات الحراقه ولا تعرفيهم. بس لازم يكون زي ما قلنا الماده الدهنيه بتاعتنا سخنه كده، علشان ما تلزقش مننا، ما تلزقش. بالظبط بالظبط. واحنا معلقتين الدقيق اللي حطيناهم في الفراخ بتخليها تمسك بسرعه. نبص على الرز كده. اوكي. بس لسه ما شفتش معايا. نبتدي بس نقلب الوحدات دي. بصي ابتدت تقلب. ما دام اتقلبت بسرعه كده يبقى تمام. اول ما هنقلبها نبتدي ننزل الحاجات اللي احنا هنحطها عليها. واو والله لطيفه قوي. لا انا عايزه حاجه ثانيه اسهل. اسهل شويه. انا عايزه اقول لك ان اشتريت البتاعه دي وقعدت سنين محطوطه مش عارفه تعمل بيها ايه. بتاعت ايه دي؟ يا جماعه بتاعت ايه؟ انا عرفت حاجات كتير قوي من المطبخ ده على فكره، خلاني دخلت المطبخ قوي يعني فاهمه؟ انا عندي الاول كانت الحاجات التقليديه اي حاجه بيعملوها في المطبخ بيتعاملوا مع دي. يعني حاجه شيك كده عارفه؟ تقولي انت ازاي، انت حطيتيها ازاي يا ماما؟ ازاي قربتي كده؟ هم لازم يحطوا دي الطويله ويعيدوا في كده. ايوه دايما يقولوا لي مامي ما تتحرقش. مامي ما بتتحرقش يا جماعه. فعلا. لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح انا وبنتي، كان في جدل بينا رهيب. على ايه بقى؟ كانت عايزاني اكلها بلوزه. فانا دي استحاله اعملها. عمري ما حبيت اعمل المكوى. انا كمان انا بحبها. يعني انا بيسموني سوبر ماما، يعني شايفيني انا بعمل كل حاجه. فامبارح بتقول لي اشمعنى دي؟ انا عايزه اعرف اشمعنى دي. قلت لها لازم الواحد كل حاجه واحد عنده يبقى عنده حاجه ما بيحبهاش. دي حقيقه. ايه المشكله يعني؟ في ناس ما بتحبش تنظيف مثلا خالص. في ناس وقعدت تعدلي بقى انت بتعرفي تعملي كذا وكذا. ازاي بقى يا ماما؟ ازاي دي؟ دي سهله. يعني كل الناس تكره المواعين، انا يا جماعه اموت في المواعين. بتخرج طاقه. عارفه تقعدي تعملي كده بالظبط. لو متضايقه بقى، لو متضايقه من حاجه والله ولا متضايقه ولا مش متضايقه، انت بتطلعي اللي فاهمه الغل بقى. بصي بقى نقطع كده مكان صغنن عشان نحط فيه ايه يا بنتي. انا وانتي ما هو احنا خلاص اتفقنا بقى انا وهيام برج السرطان، يعني مش معقولين، مش ممكن كل حاجه شبه بعض كده يعني هنتحسب. معانا بس 3 فصوص من الثوم. ايه ده حاجه محطوطه. اوكي. انا ما كنتش بس عايزه احطه من بدري ليه؟ عشان ما يتحرقش معايا في الزيت. يعني بس عايزه ريحته. استنيتي بس لما استنيت الكفته تاخد لون. ونفس الكلام برضو هاخد معلقه صغيره من الايه؟ من البصل المبشور. اوكي تمام. نبتدي ايه نقلبهم كده.
بس هي خلاص الكور كلها فانت ممكن عادي بقى كده نحركها مسكت. عادي. مسكت. واو. الروايح طلعت كلها. ايوه الروايح. عرفتي اخرته ليه؟ ايوه. بصي بقى. الله حلو قوي. الرز ايه؟ الرز ما تقلقيش. ماشي. بص عليه برضو. لا ابتدى خلاص يتشرب. نقلب لسه شويه في ميه. بس انا قصدي يعني ان احنا نديله التقليبه دي قبل ما تقلقيش نبتدي عليه. المية. اوطي دلوقتي ولا لسه شويه؟ هنوطي شويه. نوطي دلوقتي شويه؟ انا عايزه اقفل ده لانه عامل صهد ملوش اي لازمه. دي اقللها لك شويه كده تمام لغايه لما ولا ايه ولا اكتر من كده؟ تمام ماشي. تمام كده حطينا البصل والثوم والكفته. اللي باقي معانا ايه؟ الدقيق بقى ولا ايه؟ ولا طلعيه الاول؟ لا ما عندناش دقيق خلاص. ايه ده؟ انا فاكره ان انت هتشيلي الكفته. لا كله مع بعض والله عشان تاخد سوا برضو. هي برضو محتاجه وقت تستوي. فاحنا حطينا اللي هياخد وقت الاول. المشروم ما بياخدش وقت في التسويه. انت عارفاني اعشق المشروم. لا انا فاكره ان انت هتشيلي الكفته وارجعها تاني. وتعملي الصوص وبعدين ترجعيها. لا كله هيتعمل مع بعض. اوكي علشان حتى تستوي. عشان الفراخ تستوي صح. تمام. نغطيها بس ايه شويه لغايه الفوم بتاعها اهو. ماشي. ياه الصوت ده راح. الهدوء. حيث الهدوء. رجعنا للهدوء تاني. بالظبط. نشيل ده. نعمل السلطه بقى ولا ايه؟ هنبتدي في السلطه. ماشي. مش قلنا نعمل كل حاجه مع بعض؟ نعمل مع بعض. الأولى بتاعت السلطه طماطم بالريحان. صح؟ وانت مقطعاها ما هي احنا عندنا يا اما بنعملها بالشيري توماتو. لو مش افيلبل بنقطع الطماطم مكعبات كده. تمام. يعني تمام. يعني اللي متاح عندنا. ماشي. اوكي. دي حوالي 4 ثمرات من الطماطم حلوين كده. اوكي. معانا بقى الريحان الفريش. الله. حوالي نص كوبايه من الريحان. الدريسنج بتاعها مش حاجات كتير. يعني هو الريحان هو اساس التيست بتاعها. يعني كل اللي احنا هنحطه زيت زيتون وليمون وملح وكمون. تمام. اللي هو العادي بتاعنا. زيت زيتون معلقتين. عصير ليمونه. والملح وكمون بس. اوكي تمام. سهله جدا. نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الملح. وطبعا دي بتتحط عليها الدريسنج وقت التقديم علشان الطماطم ما تنزلش الميه بتاعتها. بالظبط. يعني زي ما شفتي كده هنعملها ونقدمها على طول. ماشي. طيب هنقول الكلام ده تاني. السلطه دي يا بتتعمل بالشاري يا تتعمل الطماطم العاديه نقطعها لو مش موجوده الشيري توماتو. اوكي. وعندنا الريحان الفريش وده زي ما احنا قلنا زارعينه في البيت. يعني لو جبنا مكان اي حاجه صغيره بيتزرع فيها شويه ريحان. جميل. بيستخدم في حاجات كتير جدا. انا فاكره لما عملنا منه البيستو صوص. بالظبط. بصي ده كفايه قوي كده. بصي. واو. هنرجع للسلطه تاني بس لما نشوف الصوص بتاعها. ايه قوطي عليه شويه ولا عادي؟ لا تمام ماشي. يعني مش بتاخد ده الصوص بقى الابيض اللبن. ده لبن ولا كريمه؟ دي لبن. لا انا هو لبن ومتزود عليه شويه من الكريمه. كريمه صغننه بالظبط. عشان مش عايزينها دسمه قوي لان احنا عاملينها فيها الزبده والزيت بتاعتها. فمش بحبها زياده قوي. وكده كده برضو معلقه الدقيق اللي احنا ولا معلقتين الدقيق اللي حطيناهم في الكفته بتدي تقل للصوص. صدقني ان انا ناسيه قصه ان احنا حطينا دقيق عشان كده انت قلتي مش هحط دقيق. ايوه. بس كده. انا ناسيه ان احنا حطينا دقيق واحنا بنعمل الكفته نفسها. بالظبط كده. صح. كفته الفراخ بس عشان بس عندنا بقى شويه بس من الملح. المقادير بتاعه الصوص هو يا جماعه اللبن بس محطوط عليه كريمه حاجه بسيطه. يعني نص على نص كوبايه لبن ومدوبه فيهم نص كوبايه من الكريمه اللبانيه. لان هي اوريدي فيها الدقيق اصلا واحنا كنا بنعجنها كان فيها معلقه دقيق وكمان هي فيها الزيت والسمنه بتاعتها فاصلا فيها الماده الدهنيه فعشان كده مش عايزين نزود قوي.
بالظبط. ممكن بقى نزودها شويه من الميه. ده يعني بصي ده الدقيق ماشي بس كده. بس تيجي نحركها كده. نبص على الرز. هي النار عاليه عارفين. ما انا بقول لك اوطيها شويه صح. على بال بس ما ايه. ده تدوب. ريحتها حلوه قوي يا سميره. ما انا بقول لك الريحه هنا غير هنا. ايوه تعالي هنا شويه. هنا الموقع حلو قوي. ايوه هي عايزه حاجه هاديه كده. رهيبه. لا هنا انا قافلاه تماما. انا عملت لك ده على 5 لو عايزاه على 4. ايوه كده. بس تمام. ده خلاص. ده قرب. ده خلاص احنا مش محتاجين حتى نوطي عليه ولا ايه؟ لا هو قرب. ماشي. حلو قوي. تمام. نغطيها شويه. ماشي. ونكمل السلطه بقى. السلطه قول تاني كده عشان ايه. السلطه حطينا الطماطم والريحان وزيت زيتون والعصير الليمونه وملح وكمون بس. اوكي. خلاص وقلبناهم بقى نقدمها. يلا. واحنا بقى بنعمل الحاجات التانية تقولي كده ايه نعيدها بسرعة. حاضر. يلا نفكر. احنا لسه قايلينها يا هيام. لسه قايلين. مش كده يا هيام. تحب نكرر في الإعادة إفادة. لسه بالزبط. كنت هقول في حاجة بقى أخيرة بتتحط آخر حاجة اللي هي إيه؟ ريحة الريحان يا جماعة مش طبيعية. الشبت. ده ايه ده؟ انت هتحطي هنا شبت؟ اوكي تمام. كنتش اعرف انك هتحطي حاجة. تمام. وهزودها ده برضو. هيودي الريح يعني الطعم كمان من حتة تانية خالص. رهيب. شبت. اوكي. عايزة بس هزودها شوية من مية المية شوية يبقى فيها علشان صوص. الصوص. عشان الصوص كده يبقى ايه. انا اصلي كمان انا زيك احب الصوص. بحب الصوص. يبقى وبعدين عشان يتاكل مع الرز. ما احبوش يبقى ماسك قوي كده. بحس يبقى معانا صوص حلو يتاكل مع الرز اللي بالخضار. بتحطي شبت بس ولا هنحط حاجة تانية؟ لا شبت بس. انا قفلت. ماشي. كده كده احنا خلصنا. بس يعني هو بيفضل سخن شويه اساسا. بصي كده الصوص بقى مظبوط. وطبعا تقل الصوص ده بقى بتاعنا بالظبط. بس ريحه الشبت فرقت ازاي. عملت بقول لك حاجه. انا كمان بحب الشبت قوي. وبحب احطه في الاخر كده عشان تفضل ريحته موجوده. بس كمان الشبت من الحاجات اللي بتتحط على السلطه واحنا دايما بننساها. مش عارفه ليه. لا ده اساسي. يعني انا الشبت أساسي. ده لما اكله عند حد افتكر بقى ايه ده. هو انا ليه مش بحط؟ والله العظيم بجد. شوف بقى الرز مظلوم معانا. الرز حطينا. تعالي هيام قالت فكروني بالرز. ايوه. فاحنا ايه حطينا بس الماده الدهنيه بتاعتنا وحطينا بصله صغيره مفرومه فرم ناعم وزي ما قلنا متصفيه من الميه. يا دوب بس البصل طري معانا شويه رحنا نازلين بيها بالخضار اللي معانا. فاصوليا بسله جزر. وبعد كده اول ما الخضار ابتدى لونه بس كده يظهر ويعني تلاقيه مش استوى حاجه بسيطه كده يتقلب شويه مع البصل. نزلنا بالرز البسمتي مش ما بننقعوش ولا حاجه بس مغسول ومتصفي. ومعانا كان 4 كوبايات من الشوربه. وعشان كده ما حطيناش قلنا منكهات في الرز لان كل المنكهات حطيناها في الشوربه بتاعتنا. وحطينا بس الملح. اوكي. الرز اهو استوى. تحفه. خلي بقى الرز ثواني نغرف الكفته وبعدين نغرف الرز. يا الرز كفته اصلي خلاص. بصي تحفه. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. قولي بقى عايزيها بقى. اوكي الكفته بتاعتنا
عباره عن نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه فرم ناعم. حطينا معاها بصله صغيره برضو مفرومه فرم ناعم، وحطينا معاها معلقتين من الدقيق، ملح وفلفل وكاري. بالظبط. بس هو دي التتبيله بتاعه الكفته نفسها. وعملناها كور بالحجم بتاع الليمونه ده. وبعدين حطينا الماده الدهنيه زبده وزيت، حمرنا الكفته فيها، وبعدين نزلنا عليها بفصين او 3 فصوص بالكتير من الثوم المفروم، ومعلقه من البصل المفروم، ونص كوبايه من المشروم الفريش شرايح. وكل ده لما اتحمر كويس مع بعضه نزلنا عليه بنص كوبايه من اللبن متدوب فيها نص كوبايه من الكريمه، وبعدين اخر حاجه وحطينا ملح وفلفل، واخر حاجه رشه الشبت اللي احنا حطيناها. بالظبط. اوكي. حلو قوي يا جماعه، حلوه والريحه مش طبيعيه. ما بتاخدش وقت في السوا، الفراخ بتستوي بسرعه احنا عارفين، بس مش عايزين نكتر عشان ايه؟ عشان يبقى ايه، ثواني نظبطه الاول. التنظيم والترتيب انت عارفه اهم من الشغل. الشغل ظبط الشغل. ثانيه واحده. اوكي تحفه. لسه هقوم ايوه لسه ده شبت برضو. بس اللون بيختلف. أيوة. بقى اللي مش مستوي بقى ده ايه، مش عارفاني مناخيري بتاكل قبل. يقول لك العين لا انا المناخير. انا مناخيري. لا، وزي ما شفتي هي الروايح ما حطيناش توابل زي ما قلنا، الروايح كلها جايه من الاعشاب العطريه اللي معانا. ريحتها جميله، ريحه الشبت مش طبيعيه. عارفه تحسي انها دخلت، عارفه كده كده بالظبط. الرز بتاعنا ثواني. ايوه هو الوان لوحده، مش محتاج اساسا نجمله بحاجه. ممكن مره نعمل مثلا جنبه بطاطس بيوريه عشان الصوص برضو بيبقى حلو قوي. هو صوص اللي بيبقى معاها ده اللي هو عامل زي صوص الجريفي ده، بيتحط معاها اي حاجه. ممكن مكرونه فيتوتشيني، ممكن مكرونه لو سلقتها بس وحطيت عليها الكفته بالصوص ده خلاص انت عملتيها كده كانها وجبه كامله. يعني بس اسلق مكرونه وهحط عليها الكفته بالصوص بتاعها ده، مش محتاجين نعمل معاها حاجه تاني. بالظبط. واو، خلصنا؟ ايه رايك؟ طلعنا من المطبخ بسرعه؟ تحفه. هل عندنا وقت نعيد؟ عندنا وقت نعيد الرز بس. يلا قولي الرز بس. الرز حطينا بس الماده الدهنيه، حمرنا فيها بصله صغيره مفرومه فرم ناعم، والماده الدهنيه بتاعتنا زبده وزيت. حطينا الخضار بسله وجزر وفاصوليا خضراء، وزي ما قلنا ينفع نغير في مكونات الخضار براحتنا حسب الخضار اللي احنا بنحبه. وبعدين خدوا بس شويه تشويحه كده مع البصل، نزلنا عليهم بكوبايتين من الرز البسمتي، 4 كوبايات من الشوربه، وبس ملح، ظبطنا الملح بتاعه بالزبط. وزي ما شفنا ما خدش وقت معانا في التسويه بالظبط. كان معانا الشيف سميره حسين. بشكرك يا سميره جدا ويسلم ايدك. بشكرك يا داليا، ميرسي. وقدمنا لكم النهارده كفته صدور الدجاج بالصوص الابيض، والرز البسمتي بالخضار، وكمان الطماطم بالريحان. يا رب النهارده الوجبه تكون عجبتكم، جربوها بقى وبالهنا، وبكره ان شاء الله بالهنا مع فريق عمل اخر.